بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض فيديو الفراخ المشوية. تعملها ازاي، تشويها في البيت بتتبيلات بسيطة وبطرق سهلة جدا. هنعملها النهاردة، هنشويها على البوتاجاز كمان. معانا هنا انا معايا عنده نص فرخة، ما عنديش فرخة كاملة، على قد الايد. قرن فلفل اخضر، بصله، 3-4 فصوص ثوم صغيرين كده في الكبه. ومعانا حبايه طماطم مقطعها مكعبات. معايا هنا معلقتين خل. معايا كمان هحط كمان معلقتين زيت. هنا معايا كمون، معلقه كمون، معلقه فلفل اسمر، معلقه بابريكا، كزبره، 7 بهارات كاري، بهارات لحمه، ملح. طب كله هنحطه كده اهو، نحطه كده بس. فضلا كده يا حبايبي، وليس امرا نشترك في القناه علشان كل حاجه توصل لكم. هنا اهو الفيله بتاعتنا اهي. انا ما فصلتش الفيديو، سبت كل حاجه عشان تبقى معاكم على الطبيعه. بنظبط التوابل بتاعتها علشان طعمها، عشان تتبل وتدخل في الانسجه بتاعت الفراخ، تبقى متبله حلو. بحط كمان يا حبايبي عصير ليمونه. انا ما عنديش، ممكن تحط زبادي، انا ما عنديش زبادي، مش مشكله، مش الحاجه مش يعني هتقف على حاجه. ما فيش زبادي خلاص. التتبيله بتتعمل بطرق بسيطه خالص، على قد الايد. احنا بنعمل يا حبيبتي على قد امكانياتنا وعلى قد ايدينا. ما فيش زبديه خلاص، الوصفه مش هتنتهي. وانا هنا عملتها بنص فرخه علشان تبقى على قد ايدي برضو. كلنا مش شرط يبقى فيه فرخه كامله. هنزل بيها كده اهي. التتبيله بتاعتنا اهي، شايفين؟ هنزل بيها يا حبايبي. وهعمل هعمل لها مساج كده. وهاجي في الفتحات اللي انا مفتحاها بالسكينه واملاها كده، الفتحات كده، وهنزل عليها خالص اهو يا حبايبي، تحت الجلد كده. هنزل الفتحات بتاعتها خالص. هنزل في قلب بين الانسجه وبعضها، بين الفتحات هنزل بالتتبيله عشان الانسجه تاخد من بعضها خالص وتتبل. يا حبايبي برضو كده نتبلها شويه كده، نسيبها قيمه ساعه تاخد من التتبيله، على ما نجهز جنبينها. نيجي هنحطها في الفرن او هنسيبها على البوتاجاز. انا هنا هعملها على البوتاجاز. هسيبها اسويها كده اهي خلاص. نعمل حساب يا حبايبي الملح ان هو يعني لسه ما دابش
فيها، هنعمل حساب ان هي لسه ما تخش النار هتغلي اكتر، فما تحتقش قوي. اهي يا حبايبي سيبها كده في التتبيله. عايزه تغطيها هتغطي، عندك السريج عندك حاجه، انا ما عنديش مش مشكله، هغطيها حاجات اللي موجوده عندي، اللي موجوده في البيت. هنا هسيبها كده شويه وبعدين نرجع لبعض يا حبايبي. بس فضلا ورث امرا كده اشتركوا علشان كل حاجه توصل لكم يا حبايب قلبي. يا حبايبي هنا ايه، هنبدا كده نرص في الصينيه بطاطس تحت منها. انا حابه اعمل معاها بطاطس يعني في الصينيه تحت اهو. دي اختياري، ده حاجه اختياريه، بس انا حبيت ايه اعمل معاها بطاطس كده طعمها ايه بحبيتين بطاطس في الصينيه كده اهو. ارصهم معاها كده يا حبايب قلبي اهو. بسم الله ما شاء الله. هو ايه نص فرخه كبير، يعني احنا ايه بتبقى على حسب عدد الافراد، على حسب رغبتك اهو. انا عاملاها على قدنا على القد اهو يا حبايبي اهو. يا حبايبي هنا هنولع عليها كده البوتاجاز وهنسيبها كده لما ايه يعني تخش في التسوية كده، وهنحطها ايه في الفرن بقى. ديت هحطها اهي، انا هعملها على البوتاجاز واعمل وشها بس ايه على الفرن في الفرن. اشتراكاتكم كده يا حبايبي ما تحرمناش منها علشان كل حاجه توصل لكم يا حبايب قلبي اهو يا حبايبي اهي. شايفين بدات تدخل في التسويه خالص اهي، ده اسمها نص سوا. هدخلها انزلها بقى ايه ادخلها الفرن كده على البوتاجاز اهو يا حبايبي. شايفين بعد ما طلعت بسم الله ما شاء الله جميله 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 ومستويه على الاخر شايفين. انا حبيت احط تحت منها بطاطس كده علشان ايه القيمه الغذائيه بتاعتها بتبقى جميله. شايفين احلى فراخ مشويه على البوتاجاز. هنغرف كده وهنشوف ايه اخرها شكلها ايه. يا حبايبي هنا خلصنا، عملنا جنب منها ايه شويه رز بشعريه كده حلوين اهو. انا نطلعها اهو بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله اهو. شايفين الطعام، شايفين الجمال اهو من غير ما نعك اطباق ومن غير ما نعك اي حاجه اهو بسم الله ما شاء الله اهو. شايفين الصوص بتاعها بقى ده جميل جدا، انا عايزاه كده اهو. شايفين اهو يا حبايبي. شايفين يا حبايب قلبي
حاجه مفيش كده، مفيش بعد كده، حاجه كده فاخر من الاخر. النهارده الفيديو بتاعنا كان جميل، الفيديو بتاعنا كان فراخ مشويه على البوتاجاز، مفيش احلى من كده. شايفين دايبه دوب دايبه دوب كده. ارجو الاشتراك منكم وتفعيل زر الجرس وتعملوا متابعه للقناه عشان تكبر بيكم يا حبايبي. اشوفكم على خير ان شاء الله في قناه الطبخ للجميع.